مرحبا بكم في زوم على الصحافة. جريدة الشروق اليومية نقلت تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة الذي أشار أن أحداث العنف والإرهاب المسجلة في الآونة الأخيرة خلفيتها دينية، وأن عددا من قيادات أنصار الشريعة متورط في أحداث العنف والإرهاب. جريدة الصحافة وبعنوان الجبهات الدستورية تتنازع الإرث الدستوري، كتبت الصحافة فبينت أن جل الأحزاب ذات المرجعية الدستورية انخرطت في جبهات تتبنى الخط الدستوري، في حين أن بعض المراقبين يرون أن بعض هذه الجبهات اختلط فيها الدستوري بالتجمعي. وتضيف الصحيفة أن هذه الجبهات لا ترى نفسها في برنامج مشترك أو في أي توافق ممكن مع النهضة. الصباح حاورت الخبير في الأمن الاستراتيجي نصر بن سلطان حول الوضع الأمني في تونس، فقال بأنه لا توجد سياسة أمنية شاملة تعتمد على أسس علمية دقيقة في تونس اليوم. جريدة الصريح أوردت نقلا عن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الذي قال إنه سيطالب بزيادات جديدة في الأجور نظرا لتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ألحق ضررا بالغا بالمقدرة الشرائية للمواطن. عالميا 75 قتيلا على الأقل في صفوف حزب الله في سوريا، عنوان المقال الذي تصدر جريدة البلد. كتبت الجريدة أن 75 عنصرا من حزب الله قتلوا خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام السوري في معارك ضد المجموعات المسلحة المعارضة في سوريا. جريدة القدس العربي أوردت مقالا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح خلال عملية تفكيك متفجرات في هضبة الجولان. وعن جريدة الشرق الأوسط، وزير الداخلية البحريني يعلن عن ضبط طائرة دون طيار إيرانية لغرض التجسس في مياه الخليج بين البحرين والسعودية. في الرياضة، قمة سوسة ورادس المباشر في الوطنية 1 و2 هو عنوان المقال الذي صدر في جريدة الشروق. الجريدة نقلت مطلب التلفزة الوطنية منع قناة حنبعل من نقل لقاء النجم والإفريقي نظرا لما تخلد بذمتها من مبالغ بعنوان حقوق النقل التلفزي المباشر. وأصدرت الصريح عنوان جولة الحسابات، حيث تنطلق اليوم مرحلة الإياب للبلاي أوف للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يحتد فيها التنافس بين اللاعبين وتصبح لكل نقطة وزن من ذهب.